غلطة كبيرة عملتها مع ولادي، مش هكذب عليكم، ودلوقتي بحاول ان انا اعالجها. مفيش اي مشكلة خالص ان انا بدلع، بس مش بدلع بقى ان انا بجيب لهم كل حاجة هم عايزينها ولا لا. ده نوع تاني كده من انواع الدلع، ان انا اقول لهم مثلا خلاص ما تعمليش، مثلا ما توضبيش سريرك مادام انتي مستعجلة. خلاص خلاص انا هعمله. اللانش بوكس والحاجة اللي تتحط في شنطة المدرسة، لا 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 خلاص، لان انا تملي مستعجلة وتملي عايزة الحاجة تتعمل زي ما انا ما بالظبط عايزة اعملها. بس في الحقيقة ده مش صح ابدا. نتيجته ان احنا هنطلع شخص غير قادر على تحمل المسؤولية بالمعنى. وفي المقابل ما ينفعش اقارن برضو بين الاخوات. طيب انا دلوقتي هعمل ايه؟ انا دلوقتي قررت ان انا هسيب لهم على الاقل السرير الصغير والكبير. السرير مكان ما انتي حضرتك ما نمتي تقومي تعمليه. طب دلوقتي لو اتاخرنا الصبح وما لحقناش نعمله، مفيش اي مشكله، هسيب السرير لحد حضرتك ما ترجعي وتعملي السرير تاني. انا بصراحه قررت اعمل كده، لان في الحقيقه انا علشان على طول مستعجله، فانا كده مش هخليهم يبقى عندهم مهام او عندهم مسؤوليات. احنا عندنا مهام في حاجات تانية، بس في على الاقل الحاجة الخاصة بيهم هم اللي يعملوهم. يعني دايما كنت بهتم ان ترتيب الالعاب انتوا اعملوها كده يعني، لكن في امور الخاصة بيهم انا مكبرة كده دماغي. فلو انتي كنتي دايما بتعملي زي كده بالظبط مفيش اي مشكلة. انا وانتي وانت يلا بينا نتفق علشان نطلع الطفل ده لما هيكبر يبقى قادر على تحمل المسؤولية. دلوقتي احنا بنشوف مشاكل، لا قدر الله ربنا يحفظ الجميع ويحل كل المشاكل، بيكون سببها الدلع من النوع ده. ان انت ما كنتش بتخلص حاجاتك، انت دايما بتستسهل ان ماما بتعمل لك او بابا بيعمل لك. فبالتالي بدأنا نسمع بقى بين الاطفال وخاصة في المذاكرة، انا مش عارفه، انا مش عارف اعمل الحاجات دي، الموضوع ده صعب عليا، لا 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 انا مش فاهم بالطريقه دي بصراحه. ما هو ده كانت نتيجته ان انا اول ما الطفل ما بيقول ان انا مش عارف بعمل له الحاجه، مش بقول له بلاش تقول الكلمه دي، لا. فدلوقتي لازم نقول لهم ما فيش حاجه اسمها انا مش عارف، علمني دي اعملها ازاي. طب فهمها لي اعملها ازاي، طب سيبني كده ان انا احاول. لان دلوقتي بقت الكلمات اللي على طول بنسمعها من الاطفال، لا 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 لا, لا انا ما بعرفش اعمل كده. فياريت كلنا ان شاء الله باذن الله نتفق ان احنا نخليهم قادرين على تحمل مسؤوليتهم. انا قررت وفعلا بدات في الموضوع ده، وناخد بالنا ان احنا ما نقارنش بين الاخوات. لان انا برضو مش هكذب عليكم، ساعات من غصب عني اقول طب ما هو عمل اهو، طب ما تعملي انت كمان، او العكس مثلا. طبعا ده اكيد مش صح، والمقارنه اصلا غلط. زي ما بنعترف بالحاجه اللي احنا بنعملها صح، لازم نعترف بينا وبين نفسنا بالحاجه اللي احنا بنعملها غلط، علشان نحط ايدينا على الحاجه الصح، وعشان ناخد ولادنا ان شاء الله للمستقبل اللي يكون كويس. وكذلك في المذاكره، لما يجي يقول لك اصل الماده دي صعبه، انا مش فاهم. طب ما احنا شرحناها مثلا بطريقه اكتر من طريقه، لا قول هحاول افهمها. ما تفضلش تقنع عقلك ان انا مش فاهم او ان انا مش هعرف، لا الكلمه دي يا ريت نمحيها تماما تماما. علمني انا هعمل ايه. حتى المعلمين في الفصل لما يقابلوا حد من النوع ده اللي دايما بيستسهل، اصلا مش عارف، مش عارفه افتح الصفحه، خاصه بقى في الاطفال اللي هم الصغيرين، تعالي ساعديني افتح الصفحه ازاي. دايما حضرتك تقول له كمعلم او كمعلمه، انت مش صغير، انت كبير خلاص، انت هتفتح الصفحه وفر واعمل لحد ما توصل لرقم الصفحه. وهي غالبا بتبقى الصفحه اللي عليها الدور، يعني مش بيبقى الموضوع حاجه صعبه، احنا بس بنساعد في اول السنه والموضوع بيكون يعني منتهي، يعني الموضوع بيبقى سهل جدا. لكن لو هو استسهل، انا بشر من بعيد اساعده في حاجات كده بسيطه جدا. لكن لو هو استسهل سواء كان في البيت او في المدرسه او في الامور الحياتيه عامه، ان اي حد ممكن يساعده في اي حاجه، اول كلمه هيقولها انا معرفش. معلش بقى، اللي يلاقي دلع وما يدلعش يبقى هو غلطان. فده نوع من انواع الدلع والتدليل اللي احنا بنعمله في حياتنا، نتيجه رتم الحياه السريع، وان احنا عايزين نخلص كل الحاجات اللي حوالينا. خاصه الام اللي بتشتغل بقى دايما وقتها قليل، فعايزه تنجز نفسها بسرعه بسرعه بسرعه. فلا الحته دي احنا بنغلط فيها جدا. وانا قررت ان شاء الله باذن الله ان انا مش هعمل كده ومش هستسهل. وحاجتهم الخاصه بيهم على الاقل، انا ما بقولكيش في الاول تديهم كل حاجه هم يعملوها، بالتدريج، بحاجات احنا متفقين عليها. هتعمل 1 2 3 تمام. زي ما انا ما مطلوب مني المهام اللي انا بعملها، المهام المطلوبه مني ان انا برتب البيت وبعمل الاكل ومش عارفه ايه، والحاجات اللي احنا كلنا
بنعملها في البيت. كمان حضرتك احنا موجودين في حياة بعض عشان نساعد بعض. انا ما ينفعش اعيش لوحدي ولا انت ينفع تعيش لوحدك، انا ما ينفعش افضل تعبانه كده طول الوقت ولا انت كمان، فانا وانت هنساعد بعض. غير حياتك وخليك بسمة حب. اشوفكم في الفيديو الجاي.